احسن من فطير المخابز. ده الفطير الفلاحي الصح كما قال الكتاب يا جماعه. والله شايفين التوريقه عامله ازاي؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، فطير فلاحي بالطريقه الصح، مش محتاج تعليم، الفطيره بتتكلم عن نفسها. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نشوف طريقة عمل الفطير الفلاحي بطريقة سهلة جدا وبسيطة لأي حد ممكن يقدر يعمله في البيت بكل سهولة. النهارده يا جماعه ان شاء الله هنعمل مع حضراتكم الفطير الفلاحي، مش فطير المخابز. في فرق بين فطير المخابز وفطير الفلاحي. فطير الفلاحي يا جماعه ما بيحطوش فيه زبده ويلفوها وكلام من ده، بيقطعوا قطع صغيره وطبقات بالسمنه فوق بعضها. بتاع المخابز بيبقى زبده وبتراب فرون وجبنه. هنشوف الفرق ما بين بتاع المخابز والفلاحي ان شاء الله. الفطير الفلاحي بطريقه سهله جدا وبسيطه هنبدا مع بعض. معانا نص كيلو دقيق، ومعانا معلقه او نص معلقه صغيره ملح، ومعلقه كبيره سكر، وحوالي من معلقتين زيت او 3 معالق زيت 25 مللي او 30 مللي، ومعانا ربع كيلو ميه. هنبدا اول حاجه هنزل بنسبه الميه، يعني حاجه بسيطه خالص، نقطه بس كده ندوب فيها يا جماعه اهو. هنحط فيها معلقه السكر، معلقه كبيره سكر يا جماعه، وطرف المعلقه يعني نص معلقه صغيره كده طرف المعلقه ملح اهو. الكلام ده مع بعض يا جماعه بايدينا كده. شوف نشتغل بابسط الطرق يا جماعه، مش مصعبين المسائل. ادوب السكر يا جماعه كويس عشان ما يخرصش في العجين ويتقطع. هبدا بعد كده يا جماعه انزل بنص كيلو دقيق اهو. الزيت بتحط في الاخر بعد ما اعجن العجينه يا جماعه كويس وانعمه، ابدا انزل بالزيت في الاخر. الزيت طبعا في الاخر بينعم وفي نفس الوقت بيفتح المسام وبيخلي العجينه في ايدي ان شاء الله هنشوفها مع بعض. هبدا ان انا احط الميه واحده واحده زي ما حضراتكم شايفين اهو، واحده واحده. في دقيقه يا جماعه بيشرب ودقيقه لا، احنا قلنا الموضوع ده كتير، المفروض ان حضراتكم فاهمين الموضوع ده. واحده واحده نبدا نحط الدقيق زي ما حضراتكم شايفين اهو. الميه اما يا جماعه عشان نمتلكها شويه ناخد راحتنا فيها زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا العجينة لسه طرية يا شيف. لا العجينه بدات تشد نفسها خلاص، هنبدا بس احنا ننعمها شويه، هي عايزه تتنعم شويه بس. طبعا من نجاحها يا شيف خدمة العجينة. خدمه العجينه هي نجاح الفطير يا جماعه. لازم ان العجينه تبقى ناعمه ومخدومه كويس جدا. ده كده العجينه تبقى ناجحه باذن الله وتطلع لك فطير ممتاز باذن الله، ما يبقاش مقطع ولا يبقى محروق ولا يبقى مكتوم ولا يبقى اي حاجه ان شاء الله. هبدا الم العجينه زي ما حضراتكم شايفين وهقطعها قطع صغيره. هنحاول ان شاء الله نعملهم على فطيرتين عاديين متوسطين. نبدا نقطعها ممكن نعملها يا جماعه على 10 قطع او 15 قطعه زي ما تجيب، قطع صغيره زي ما حضراتكم شايفين. قطعنا كده يا جماعه اهو. هنبدا نكور زي ما حضراتكم هتشوفوا كوره. هبدا ان انا الماء كده بايدي اهو وهبدا اكورها. طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان التغليف بتاع العجين بالسمنه مع الزبده مع السمنه اللي حضراتكم شايفين كده عشان ما تنشفش وفي نفس الوقت تبقى لينه ومسامها مفتوحه. نبدا نحط العجين كله زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ورجعنا لحضراتكم بعد نص ساعه. طبعا العجين زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو، العجين كده يا جماعه ارتاح، صابعنا فيه كده علم يبقى خلاص العجين ارتاح. هنبدا ان شاء الله دول يا جماعه نقسمهم على فطيرتين، نقطه زيت او رخامه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا العجين اهو. ما شاء الله العجين مرتاح اهو. ممكن نفردها بالشوبه وممكن من غير الشوبه يا جماعه، بس الشوبه طبعا بتبقى مشيه الشوبه مساويه زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنبدا باول طبقه اهيت، برضه ممكن نحط معلقه سمنه كده او اي حاجه او سمنه على زيت على زبده اهيت. الفطيرة هتبقى كام طبقة يا شيف؟ هما دول ان شاء الله هنقسمهم على فطيرتين، دول حوالي 23، هنعمل واحده 12 او 24 هيبقوا على 12 ان شاء الله. هنبدا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو يا جماعه. طبعا دي طريقة ابتدائية خالص يا دي شيف. يعني لو الفلاح حد بتاع الفلاحين في البيوت اللي هم ما لهمش في الهوايه ولا لهم في حاجه. الموضوع سهل خالص. سهل خالص يا جماعه. هنفردها بس بالراحه كده عشان ما تقطعش مننا اهو. دي كده طبقة. دي كده طبقه اهي. نبدا نحطها على الثانيه برضه اهو زي كده.
وبين كل طبقه وطبقه كده معلقه سمنه بزبده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا ديت التوريقه بقى، عشان تورق. دي التوريقه يا جماعه. طبقه السمنه ديت هي الفاصل بتاعت التوريقه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين عمل لهم 12 ورقه على بعض زي ما همت، ودول 12 عملناهم على فطرتين يا جماعه. هنبدا ان احنا بس نبدا نقرصهم، هنشيلهم كده بالراحه خالص اهو، وهنبدا نقرص الفطيره ده، هنبدا نجمعها زي تقرصه كده اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، بالراحه بحيث ان هي ما تتقطعش في ايدينا او تتخرم، لان لو اتخرمت ما بتقلاش في الفرن. مش هترفع او شيف في كده بنجمعهم بس كده التوريق اهو. تمام. وبنبدا ان احنا نخلي الفتحات كلها تحت زي ما حضراتكم شايفين اهو، وبنسيبها بس كده ايه 10 دقايق بس ترتاح من شويه الشغل اللي عملناهم فيها دول. هنعمل الثانيه برضه نفس الحركه اهو. عجين مريح معانا بس عشان احنا شويه الشغل اللي عملناهم دول بيشد عادي يا جماعه. العجين بيسخن اهو. تمام. هتسيبها قد كده يا شيف 10 دقايق؟ ما فيش 10 دقايق بس كده، وهنبدا ان احنا ان شاء الله ممكن ما نسيبهاش يا جماعه، ممكن نفردها على طول اهو. بس الافضل يعني الافضل احنا نسيبها بس 10 دقايق بحيث ان احنا لما نفردها تتفرد معانا بسهوله يعني. رجعنا لكم بعد 10 دقايق يا جماعه. العجين اهو ما شاء الله بدا يريح اهو. بس نبدا ان احنا نفرده بالراحه كده، ومش هنرققه قوي، ما يبقاش رقيق قوي يا جماعه عشان برضه الفطيره ما تتحرقش مننا وفي نفس الوقت ما تبقاش ناشفه. بس اهم حاجه ما نفردوش زياده عن اللازم، يعني ما نفردوش بالدرجه اللي هي تبقى رقيق وينشف ويبقى مش حلو يعني. وما يرفعش كمان يا شيف. ما هو كل ما يرق قوي مش هيرفع. تمام. يعني احنا يهمنا برضه ان الفطيره تطلع كده عاليه وهشه وكويسه يعني. زي ما حضراتكم شايفين اهو. ممكن برضه اجيب زي ما حضراتكم سمنه على زبده على نقطه زيت اهو، وهبدا برضه. وممكن تحط حته قشطه من وش اللبن مفيش مشكله. لو حته قشطه من على وش اللبن ممكن تقلبها برضه عادي مفيش مشكله. ممكن تجيب بيضه تحطها عادي، اي حاجه عندك. مش مصعبين المشاكل يا جماعه، مفيش اي مشكله في اي حاجه. اللي حضرتك عايزه تحطيه حطيه. بيضه مفيش مشكله، صفار بيضه مع نقطه زيت ونقطه سمنه مفيش مشكله. تقعد قد ايه يا شيف؟ تلت ساعه يعني 10 دقايق. مفيش تلت ساعه يعني. 10 دقايق 12 دقيقه حسب درجه حراره الفرن، ان شاء الله تطلع على طول باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين كده ده الفطير الفلاحي الاصلي بطريقته الصحيحه 100% زي ما انتم شايفينه كده. شايفين القبه بتاعته عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، مش محتاج كلام يا جماعه. طبعا يا جماعه الفطير كده طلع من الفرن بسم الله ما شاء الله، فطير فلاحي يعني كما قال الكتاب يا جماعه. حط عليه معلقه سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده، وطلع من الفرن السخن والع نار. معلقتين سمنه بلدي كده يخشوا فيه كده يعطوا الطعم الجميل بتاع الفلاحي. شايفين يا جماعه الفطيره عامله ازاي؟ قطعه من الذهب. سبيك الذهب بنعملها بطريقه سهله بسيطه من غير اي مشاكل، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. حضراتكم شايفين الفطيره عامله ازاي يا جماعه اهو ما شاء الله. شايفين التوريقه عامله ازاي؟ شايفين التوريقه عامله ازاي يا جماعه؟ تسلم ايدك يا شيف. حاجه بسم الله ما شاء الله، فطير فلاحي محترم بالطريقه الصح كما قال الكتاب. شوف التوريقه عامله ازاي، مش محتاج تعليق. الفطيره بتتكلم عن نفسها مش محتاج اي تعليق. شايفينها عامله ازاي؟ كل ورقه لوحدها يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، فطير شلتت فلاحي كما قال الكتاب. انسوا بقى اي طريقه عرفتوها قبل كده واعتمدوا الطريقه بتاعتنا دي، طريقه ممتازه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. كل ورقه لوحدها. كده ان شاء الله وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه. انتظرونا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.